شايفيني وسامعيني؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تمام. ايوه حضرتك. طيب. انا اولا بعتذر جدا، الخطأ جه من عندي، معلش حصل مشكلة في اللابتوب على حظكم يعني فجأة كده حصل مشكلة. معلش. دكتور ريم، انت عامله شير ولا انا اعمل شير؟ انا المفروض عملت شير دلوقتي. طيب، هي باينه بس خلاص اعملي سلايد شو عشان تبان اكتر. طيب، قبل ما نبدأ يعني خليني انا اعرف بدكتور ريم قبل ما على بال ما هي تعمل السلايد شو. يعني دكتور ريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي ستاف جامعة القاهرة، وستاف الجامعة الأمريكية في مصر، وستاف جامعة الملك عبد العزيز، ويعني صديقة عزيزة جدا جدا، وحد ما شاء الله لا قوة إلا بالله عندها من العلم ومن المعرفة ومن الخبرة ومن الممارسة كتير جدا جدا جدا. أنا يعني سعيدة جدا، هي طبعا صاحبتي، بس يعني أنا اتحايلت عليها كتير إنها تبقى معانا في ميشيغان، واتحايلت عليها كتير إنها يعني تبقى معانا في كورسز خاصة بالبرونسيشن وكده. واخيرا عرفت استقطبها وعرفت اقنعها انها تبقى موجوده. فالنهارده قلنا نعمل محاضره مجانيه كده عن البرونانسيشن. دكتور ريم تخصص اللغويات، ماجستير ودكتوراه في التخصص ده. ف يعني هي مهتمه جدا جدا بفكره مخارج الالفاظ. الناس كتيره ممكن تكون الانجليش بتاعها كويس، بتعرف تتكلم كويس، عندها طلاقه في الكلام، بس عندها مخارج الألفاظ هي اللي بتبقى دايما عائق بالنسبة لها، إنه يعني يتكلموا بثقة ويتكلموا كده في. يعني احنا ما بنطالبش الناس انها تتكلم زي نيتيف سبيكرز، ولكن بنطالب الناس انها تبقى مخارج الألفاظ عندها واضحة وباينة. فعشان كده احنا عملنا هذه المحاضرة. شكرا دكتور نيب ان انتي وافقتي تبقي معانا، وان شاء الله النهاردة الناس تستفيد من علمك. المحاضرة مجانية تماما يا جماعة، زي ما قلنا قبل كده، عشان بس ناس كتيرة بعد كده بترجع بعد ما بنقفل تقول يعني حاجات. لا، المحاضرة مجانية تماما تماما تماما، محدش خالص هيطلب منكم ولا مليم. الفكرة انه لما حد بيحب يحضر ياخد شهادة حضور، احنا طبعا يعني احنا ما بنمنعش ان يبقى فيه شهادة حضور، ولكن شهادات الحضور بتاعتنا دايما بتبقى accredited من تريبل اي، وبالتالي احنا مش بندفع الفيس بتاعت التريبل اي. يعني هو ايفر او الشخص اللي عايز ياخد شهادة حضور من تريبل اي هو اللي بيدفع الفيس بتاعتها يعني. فلكن احنا كمشيجن احنا مش بناخد ولا مليم خالص. فبس عشان حبيت اوضح الكلام ده. الحاجة التانية اللي حابة اوضحها قبل ما نبدأ برضو، كرما اي حد داخل من تليفون باسم التليفون ايفون ولا شاومي ولا بوكو ولا اسامي كده، في اسامي غريبة بتاعت اسامي تليفونات، كرما سامسونج، غيروا لو سمحتوا من الاسماء، عشان ان كيس ان انتوا حبيتوا ليتران تطلبوا شهادات وحبينا نرجع للسجل الحضور نبقى شايفين الاسماء. تمام. شكرا دكتور ريم، اتفضلي بقى الميكروفون عندك، انا اتكلمت كتير قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعيني؟ يا ريت بس كده تقولوا لي ان انتوا سامعيني او تكتبوا في الشات ايوه. بوكس. أيوة الصوت ايوه واضح. تمام حضرتك. اتفضلي. طيب انا بعتذر مرة تانية والله على بس والله يعني خارج عن ايدينا، احنا من الساعة 7:30 واحنا عندنا مشكلة يعني، فمعلش. سعيدة بيكم جدا والله انه في ناس في الدنيا interested ان هم يعني يحسنوا من نفسهم عن طريق ان انا انطق صح. يعني انا عارفة ان في كتير جدا منكم ممكن يكونوا اوريدي بيعرفوا يكلموا انجليش وبيذاكروا لاولادهم وعارفين الكلمات وعارفين بيتكلموا كويس وبيفهموا كويس. لكن حتة ان انت من جواكي او انت من جواك تبقى عايز فعلا ان انت يعني to sound good، ان انت يعني to sound like a British or to sound like an American. دي هتعليك قوي، هتعليكي جدا، يعني ان انت بس هتديكي ثقة في نفسك، هتخليكي وانت بتقدمي في اي انترفيو او انت حتى في جوه شغلك هتديكي ثقة، وهتخليكي مبسوطة كده ان انت بتتكلمي انجليش حلو. فإن شاء الله إن شاء الله الكورس دوت بندي فيه يعني
البدايات، وبنقول ازاي ايه الحاجات اللي المفروض تعمليها، وايه الحاجات اللي المفروض تفهميها، المكونات نفسها اللي المفروض تفهميها عشان تنطقي صح. يعني مش مجرد ان انا اسمع مثلا حد بيتكلم واقلده، لا، لازم يكون عندك الاساسيات العلمية اللي تعرفك ان انا انطق صح ازاي وليه، وده هنطقها ازاي ودي مش هنطقها ازاي. مع التدريب المستمر طبعا ده هينقلك حتة تانية بإذن الله. طبعا احنا بشكر دكتور علا ان هي اوريدي عرفتني، يعني هي تقريبا قالت كل حاجة. انتوا شايفين الشاشة مش كده؟ شايفين، بس لو تعملي سلايد شو يبقى احسن يا دكتور ريم. طيب حاضر، ثواني، كده احسن. اه كده تمام. طيب اوكي. طبعا أنا بقالي 30 سنة بدرس في جامعة القاهرة، وبدرس في جامعة الملك عبد العزيز، وحاليا بدرس في جامعة جدة. ودرست في عدة جامعات أخرى زي مثلا الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرست بجامعة ماست في 6 أكتوبر يعني. ودرست في أميد إيست اللي هو طبعا معروف إن هو أحد الهيئات اللي بتختص باختبارات توفل أند سو أون. ودرست طبعا يعني الفوناتكس اللي احنا هناخدها ان شاء الله مع بعض، اللي هو علم الصوتيات، ده بنسميه علم الصوتيات. يعني ازاي انطق صح بأساسيات علمية، مش بنطق صح كده وخلاص يعني. وده طبعا منهج في كلية الآداب، قسم إنجليزي، واحنا طبعا هنا مزودين عليه ومدين أساسيات تانية ومدين تدريب تاني and so on. طيب تعالوا بقى يلا نبدأ. آه احنا عارفين ان في الانجليش عندي كام حرف؟ عندي 26 حرف. اوكي. طيب مين كده فيكم يقول لي ال 26 حرف دول، اوكي، اللي هم A B C لحد Z، بيدوني كام صوت؟ كام صوت؟ يعني 44. مثلا 44. ها، حد يزود حد يقلل؟ ها. I think يدوني 26 44 صوت sound. بتاعهم والخمسة بتوع الفاولز. 5 فاولز. طيب 44 وعشان sound. خاطري وعشان خاطري كام فاول؟ بقت 44 sound. 26 والخمسة بتوع لا بيدوني أصوات كتيرة جدا كمان، ده في لونج فاولز برافو 90. برافو. ايوه. I think 44 sounds. 44 sounds. ايوه. اوكي. في طيب حد ما بيقول شاء الله. 48، حد كتب في الشات 48. انا لسه شايفه الشات دلوقتي، صح فعلا في حد بيقول 48. يعني احنا برضو كرمة، يعني انت احنا في مصريين كرمة، لا هم 44. برافو عليكم. احنا طبعا بنقول ان هم 44 sounds. طيب زي ما قلنا هم 44 sounds، يبقى هم 26 letters، وبيدونا قد ايه؟ بيدونا 44 sounds. دلوقتي هنشوف ال 44 sounds دول عبارة عن ايه. ما شاء الله في ناس منكم قالت لي ان طبعا الساوندز دي بتتقسم الى consonant sounds وفي vowel sounds. طيب نرجع تاني نقول كم consonant sound وكم vowel sound. طبعا احنا عرفنا ان هم 44، فلازم يكون التوتال بتاعهم قد ايه؟ لازم التوتال بتاعهم يكون 44. ها مين يقول لي؟ نشوف في الشات، او لو كده ريز هاند يا جماعة، اللي عارف ريز هاند. كام كونسونانت وكام فاول؟ 5 فاولز، في دكتور أمنية بتقول 5 فاولز. م? احنا خلي بالنا ما بنقولش كام حرف، احنا بنقول كام صوت. ساوند. Oh, وده فرق كبير جدا ما بين الليترز وما بين الساوندز. احنا هندرس مع بعض the sounds of English اللي هم 44 sounds of English. فهيتقسموا into two groups، لان مش معقول هندرس ال 44 مرة واحدة. فهيبقوا قد ايه؟ هيبقوا كام consonant وكام vowel. اتفضلي يا زينب، رافعة ايدك. حتى زي ما لو قلتي دكتور غلط مش مشكلة يعني. الراوند انا الفاولز. مش هقول نمبرز بالظبط، بس هقول التقسيمه بتاعتهم.
مم. او اللي انا عارفاه ان الفاولز في شورت وفي لونج. الكونسونانت كلهم ما عدا الفايف فاولز. وفي بقى الدايجرافز اللي بتبقى التو letters make one sound، اللي هي الاس اتش والسي اتش والدا بالتو ساوند والاو بالتو ساوند، الدبل او بالتو ساوند. يعني تقريبا كم كونسوننت وكم فاول، يعني كم؟ مش اي عارفة ثينك كده بالظبط. هيبقى عشان اقول اي ثينك كده هيبقى 20 consonant. طيب شكرا يا طيب زينب. هما شكرا بس يا عشان زينب. رضوى رفع ايدها، اتفضلي يا رضوى. 20 في الكونسونانت و 24 في في رضوى بتقول الكونسونانتس. 20 في الكونسوننتس و24 في الفاولز. 24 طيب في الكونسونانت و 20 في المتحرك اللي هو الفاول. تمام. برافو برافو 5 برافو يا رضوى، برافو برافو. طيب. اوكي، زي ما بتقول روضة كده ان انا عندي 24 consonant sounds، 24 consonant sounds، وعندي طبعا 20 vowels. واكشلي احنا كعرب الكونسونانتس معظمها مش بيعمل لنا مشكلة، بس في بعض الكونسونانتس هي دي اللي هتعمل لنا مشكلة، دي هندرسها بالتفصيل. انما الفاولز المشكله بتاعتنا في الفاولز، دي هتبقى اكتر تركيز عندنا ازاي انطق صح عن طريق ان انا بتعلم ال 20 vowel sounds. طبعا في بعض منكم ممكن دلوقتي بيفكر يقول ايه ده 20؟ هما مش كانوا 5؟ هما 5 letters، هما A و E و I و O و U. تصدقوا بقى ان الخمسه دول بيطلعوا لي 20 sounds، الخمسة vowels دول في الانجليش بيطلعوا لي 20 sounds. فلازم اتدرب على ال20 صوت عشان اعرف انطق اي كلمة بعد كده تقابلني اعرف انطقها صح. المشكلة ان احنا بننطقها بالفاولز بتاعت العربي اللي هي اللونج والشورت اللي هما الستة بتوعنا. لا، الانجليش عنده فرايتي كتير جدا في الفاولز، ولازم اتعلمهم كويس جدا، وده اللي هينقلني نقلة تانية خالص اللي هما ال 20 vowel sounds. وزي ما انتوا شايفين كده، زي ما قالت، زي بعض منكم ما قال، عندي 24 consonants، ودول طبعا هندرسهم برضو لانه برضو فيهم بعض الحاجات وبعض التريكات اللي هنقول عليها. وال 20 sounds بيتقسموا لإيه؟ بيتقسموا ل 12 single vowels، في حاجة اسمها diphthongs. diphthongs اللي هي ال 8 diphthongs. طبعا 12 and 8 بيعملوا لي إيه؟ بيعملوا لي 20 sounds. بيتقسموا ل single vowels واللي هي 2 vowel glide أو بنقول عليها ال diphthongs. بنقول عليها الايه؟ الdiphthongs، يعني بيبقوا صوت ثنائي. لو بيبقوا سمحتوا ما يقفلوا combination المايكات يا جماعة. بيبقوا a combination of two vowels بس بنعتبرهم one vowel. بيبقوا a combination of two vowels لكن we consider them as one vowels. وهناخد examples كتيرة جدا جدا وهنتدرب على نطق كل واحدة من دول. طيب لو سمحت يا دكتور، اتفضلي. معلش، هو في شاشة متشيرة عندي، شاشة ده الشاشة في ايه؟ متشيرة متشيرة. ومتشافة. واستأذنكم لو اي حد عايز يعني يتكلم بليز ريز هاند عشان نقدر نشوف كده. الشاشة واضحة ومتشيرة يعني واضحة عندي، اتوقع عند البقية كمان. طب وكرما ما حضرتك حدش ممكن تطلعي يشخبط على، وتدخلي تاني. يعني ليه كده يا جماعة؟ ليه بتعملوا الحركة دي؟ طيب طبعا طبعا في تقسيمات اخرى، يعني طبعا النهارده عشان المحاضره هتبقى قصيره شويه لكن بعد كده هنتكلم بالتفصيل في التصنيفات طبعا into sub groups. هنقسم الكونسوننتس لحاجه اسمها plosives وفريكاتيفز، عندي affricates ونازلز، وعندي الفاولز بقى طبعا دي اللي هناخدها بالتفصيل. وفي كمان عندي حاجه اسمها شوا والستريس والسايلنت letters، كل الحاجات دي هناخدها بالتفصيل وهنعمل
براكتس عليها كتير جدا. طبعا ده اللي يميزك، لان انت ساعتها هتبقي عارفه انت بتنطقي ايه والساوند ده ايه وليه انا نطقته كده، ازاي كمان انطقه كده. يعني مش مجرد ان انا عارفه الساوند، لا كمان ازاي انطقه كده. هو زي مثلا عندي الاكزامبل دوت، انا هنا بس حاطه لكم اكزامبل. عندي طبعا هنا المشكلة الأساسية الصوتين بتاعتنا دول. كمصريين أو كمصر كعرب. كعرب يعني عندي الصوتين دول، ايه هما بقى الصوتين دول؟ حد فيكم كده يقول لي ايه الصوتين دول؟ مش ايه يعني حد يقول لي دي لا، انا عايزه اسمع نطق، وعايزه اسمع نطق نطق عايزين. انجلش طيب، صحيح. انجي رفع ايدها، اتفضلي يا انجي. اللي يلا يا هيرفع انجي. ايده كده اتفضلي يا انجي. The first one is P, the second one is B. انا ما Like pack, سمعتكيش، برافو علي عليك. صوتك يا انجي لو سمحتي. the first one is pack, P for pen, with the second one is B, this is back. برافو Yeah. برافو برافو يا انجي. حد تاني غير انجي؟ في حد تاني؟ يا جماعة فرصة تتدربوا. اوكي. طيب نيجي بقى نقول انه مش كلنا هنعرف ننطقهم صح، وكتير جدا من المدرسات زمايلي بيبقى عندهم مشكلة برضو في ب سامعين؟ ب والب اللي هي العربي بقى بتاعتنا، اللي هي بي فور بول، بي فور بيبي، اللي احنا طبعا اتعلمنا واتربينا واحنا بنقول البي تقيلة. هي مش تقيلة هي مش سوري، بنقول عليها بي خفيفة. هي مش خفيفة خالص. فاكرين انا شخصيا في المدرسة علموني كده، قالوا لي ان البي الاولانية دي ان دي تقيلة وان التانية خفيفة. هو العكس تماما. اوكي تماما. تماما. ليه؟ لان بنقول ان الب ودي طبعا فايس. علميا في علم الفوناتكس اسمها plosives. يعني ايه plosive؟ يعني هتلاقي ان انا شفايف الاتنين بينضموا، وبعدين فجأة بيحصل a sudden release، فالهواء بيخرج فجأة. اوكي، فهي خفيفة مش تقيلة لان فيها هواء كتير. يبقى هي خفيفة ولا تقيلة؟ لا، ده بيخرج منها هواء كتير جدا، فبتبقى ب وتملي بنعمل التست بتاعنا ان انت بتحطي ورقة، حطي ورقة كده اهوت قدامك وتقولي paper pen ب، هتلاقي ان ان الورقة المفروض تتحرك. ليه؟ عشان طالع هوا كتير جدا. ما تتكيش عليها، ما تتكيش، قولي ب. وكمان دكتور ريم كان عندنا حاجة اتعلمناها زمان واحنا في الجامعة، انه لما بنحط ايدينا كده على الاحبال الصوتية بتاعتنا واحنا بننطق حرف الب، ما دي بيحصلش اي الفويسلس. فايبريشن يبقى في ايوه الفوكال بتبقى كوردز، فويسلس. فويسلس. ايوه لانها فويسلess ساوند. بينما لما بالظبط. بنقول ب يبقى بيحصل فاي. فايبريشن في الفوكال كوردز. لو سمحتوا ما حدش يفتح المايك واحنا بنتكلم لو سمحتوا. يعني كتير بعمل ميوت وبعد كده بتفتحوا المايك وتتكلموا برضو. يعني لما بيبقى في سؤال احنا بنفتح المايكات. طيب شكرا، نرجع بقى اتفضل. للبي، بي فور بيبي. شايفين دي بقى التقيلة؟ على فكرة دي التقيلة. ليه؟ اللي بيطلعش هوا خالص. تقولي ب ب بيحصل ايه؟ ان انا شفايفي بيتضموا لبعض خلاص، وبعدين بيتفتحوا، بس الهواء بيفضل مكتوم جوه. عشان كده هي تقيلة، الهواء جوه ما طلعش. اوكي، هتبقى ايه؟ مكتومة، هتبقى تقيلة. فدي بنقول عليها علميا طبعا حكاية تقيلة وخفيفة. الكلام ده طبعا يعني ما يصحش ان احنا نقوله في الاجواء الشغل وفي كده، بس احنا يعني عشان بنحاول ان احنا نشيل الذكريات القديمة ونمسح الكلام القديم اللي احنا اتعلمناه ده. فبنقول ب، دي بنقول عليها اللي هي زي ما قال الدكتور علا دلوقتي، دي بنقول عليها فويس لان لما الهواء بيتكتم جوه بيحصل ايه للفوكال كوردز؟ بيحصل لها فايبريشن، فبتبقى فويس، بتبقى مسموعه وبتبقى عاليه اكتر. اوكي. اكيد سمعتوا ناس كتيره مثلا تحب تتكلم انجليش في وسط المجتمعات، فتقول لك ايه؟ اصل بابي قال لي. فانت تبصي لها كده تقولي بابي ايه؟ بابي دي اكيد بتسمعوا حاجه كده يعني، وبينكم وبين نفسك كده بتبتسمي ابتسامه كده ايه خفيفه. هي مش بابي، اسمها بابي، بابا. شايفين؟ كلها هوا واللي طالع منها. ما بتقوليش مثلا please hand me a paper. بيبر ايه؟ اسمها paper. شايفين بتتنطق ازاي؟ paper. pen. وعلى رأي يعني اخونا اتش دبور والفريق بتاعه،
I will prepare my paper. او البريبير. فانت بينك وبين نفسك تقولي لا، هو بيتكلم انجلش، بس الانجليش بتاعه مش يعني مش قد كده. انت شخصيا ساعات بتبقي مش عارفه يعني ايه لسانك تقيل ليه. بقى هقول لكم على حاجه كمان، ان انا عندي الب دي عربي، يعني دي اللي عندنا في العربي، انما الب اللي هي الفويسلس كانت بطريقه علميه. الفويسلس اللي هي ما فيهاش الاحبال الصوتيه ما بيحصل لهاش فايبريشن وبيطلع منها هواء كتير، هي دي مش موجوده عندنا في العربي، نادرا نادرا، في كلمات بسيطه زي مثلا بتقولي ابتسام، ابتسامة، ابتهال، دي ممكن لكن معظم العربي عندنا اللي هو الفويست الفويست بي. طبعا هيبقى دي طريقة الشرح، هيبقى عندي زي ما انتم شايفين ده بنسميها minimal pairs، يعني بنجيب كلمة بعد ما بندرس الصوتين كويس جدا، بنجيب كده اهوت وبنشوف الكلمتين قصاد بعض، دي بتتنطق ازاي ودي بتتنطق ازاي. زي مثلا هديكم مثال، اول minimal pair عندي pack and back، سامعين الفرق؟ pack and back، pack and back. طيب التانية pen، 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 pen. شايفين؟ سامعين؟ لازم انت تتدربي. طبعا هندرس الصوتين كويس جدا، هنعرف زي ما خدنا النهارده ان الهواء بيبقى مكتوم ازاي، الفوكال كوردز بيحصل لها ايه and so on. ناخد اكزامبل الاخراني خالص، لاب، لاب اللي هو الحجر، يعني زي لابتوب. لابتوب. ايوه، مش لاب، مش لابتوب، انا عندي لابتوب، لا، لا، بنقول لاب، لاب. وطبعا المينيمال بير بتاعتها لاب، دي تقيلة بقى، دي اللي هي الفويست لاب، اللي هي اختصار للابرتري. طيب خلاص، ممكن دكتورين بعد إذنك ناخد حد من الناس ينطق لنا يا كده؟ ريت، يس يعني يس، يا عشان سلام لو لسه حد عندنا فيكم اصوات عنده كتير، لسه استعداد عندنا ينطق 44 واحنا صوت ودكتورين فيعني تعدله. ايوه. طيب يلا دكتور أميمة، دكتور أميمة اتفضلي يا دكتور أميمة. تمام. تاك. اهلا بيكي يا دكتور، اتفضلي. أهلا بحضرتك يا دكتورة. صوت اتفضلي. بعيد قوي دكتور أميمة، مش باك. سامعينك. تمام كده الصوت أحسن. لا صوت بعيد قوي. انا سامعاها خلاص، انا سامعاها. تمام. باك. باك. لا، انت بين. بتنطقي انهي واحدة الاول يا دكتور؟ معلش أنا عكستهم. باك. اه، باك. برافو بين. برافو برافو. تمام. بين. لا، قوليها تاني. بين. لا، الأولانية بيطلع منها هواء كتير، اشتغلي على إن الهواء بيطلع كتير من ما بين شفايفك. البا يا أساتذة، البا بتشتغل على الشفايف بس، ما تحركيش حاجة في بقك خالص غير الشفايف، مش عايزة حاجة بتتحرك غير الشفايف، طيب فبتقولي شكرا شكرا ب دكتور أميمة. ناخد حد تاني، and ب. دكتور ريم ثابت يلا اتفضل. ثابت. bag, pen, bin, pie, buy, cap, cap, lab, lab. برافو برافو برافو. طيب شكرا. في البقية في السلايدز التانية بقى، البقية يعني لور هاند دلوقتي، ولما نيجي في السلايدز التانية. ناخد اكزامبل تاني بقى على الفاول ساوندز، احنا قلنا عندنا 20، يعني 20 عندنا كتير. هناخد اكزامبلز من اللي هي السنجل فاولز. فاكرين احنا قسمنا الفاولز ل 12 and 8، في 12 short vowels و 12 8 long vowels. مش هنقول long، هنقول اسمهم العلمي diphthongs. diphthongs. alright، برافو يا دكتور علا، برافو. أنا عندي مركزة. طبعا هناخد اكزامبل بسيط النهارده اللي هو الشورت اي واللونج اي. معظم الذرة في الفاولز بيتقسموا اللونج اند شورت. هنا عندي الاي مثلا، عندي الشورت اي واللونج اي، وعامة بنلخبطهم مع الشورت اي، بس انا ما حطيتهمش في السلايد عشان ما تبقاش كتيرة جدا يعني. عندي مثلا شيب، شيب، انما شيب، شيب، bit and beat، fill and feel. لازم الحاجات دي تبقى بتنطقيها صح جدا.
الحاجات دي اللي هي الفاولز لازم تنطقيها كويس جدا جدا، لان هي دي اللي هتميزك. الفاولز اكتر من الكونسوننتس كمان. يلا، عايزه حد كده يرفع ايده. اسراء، الاستاذه اسراء، تقول لي تقرا لي بقيه الليسته، او اختاري اي كلمتين اقريهم. Okay. I will read the fill and feel, chip and cheap, برافو. and leave. الاولانيه ايه؟ Live and leave. برافو برافو. شكرا طيب، يا إسراء. طبعا مثلا في مثال زي fill and feel، ممكن يبقى عندي فيه fell. عندي fell and fill and feel. fell اللي هي short e اللي هي past tense of fall. fell and fill. شايفين يعني it's very minor. the differences are very minor، لكن لازم تتدربي عليهم كويس جدا، لان هو ده اللي ايه اللي هيميزك، وهو ده اللي هيخلي نطقك او نطقك صحيح. عندي برضو كمان الحاجات دي التو ساوندز دول problematic شوية في الانجليش عندنا بالنسبة كعرب سبيكرز، يعني دول problematic شوية. عندي الفرق ما بين التش والشه، ودي انا بسمعها كتير جدا. انت ممكن تبقي عارفة الفرق، بس ما بت يعني ما بت يعني ما بتطبقهوش في العملي، ما بتطبقهوش لان انت برضو ما انتش عارفة القاعدة قوي. فدوري ان انا اعرفك القاعده، واعرفك هي ليه بتتنطق كده، وبديكي شويه اساسيات تعرفي على طول من اول نظره او بالتدريب ان انت دي هتنطقيها يا اما تش يا اما ش ساوند. طبعا احنا الش عندنا في العربي يعني ما فيهاش مشكله، في الانجليش ساوند هو احنا بنعتبره ساوند واحد اللي هو التش، ودي عباره عن صوتين مع بعض اللي هو التي او الت بتاعتنا مع الشين التش. ودي معظم 90% من السي اتش، بلاش 90 خلينا نقول 80% من السي اتش في الانجليش بتتنطق تش تش تش، مش ش. ما بنقولش شير، بنقول chair. you sit on the chair. okay. لكن you share your books. if you don't have a book, please share your books. اوكي. شايفين الفرق ما بين، او سمعين الفرق ما بين chair and share. chair share. لازم دي لازم تحطيها and you have to exert of effort ان انت تحطيها، لازم تبقى باينه عندك جدا chair. يلا، مش هديكوا examples تاني، انتوا اللي هتقولوا لي وانتوا اللي هتقولوا لي الاكزامبلز. يلا نهى رفع ايدها، ناهد. اتفضلي يا نهى. طب يلا. نهى، استاذه أيوة. نهى، اتفضلي cheap يا استاذه نهى. cheap sheep. برافو برافو. watch wash. اوكي، ثانك يو. حد تاني؟ ثانك يو، ممتازه يا بس استاذه نهى. ممكن اقول حاجه يا دكتور ريم هنا، معلش عايزه اقول حاجه. نهى لما ركزت على الحرف الاول، ممكن ترجعينا تاني. لما ركزت على انها تنطق التش والش، يعني اغفلت حرف البي في الاخر، فقالتها تشيب وشيب. معلش، ما هو يا دكتور علا فمعلش يا احنا لسه نهى اول انطقيها ساعه تاني يعني. عشان نتأكد ان اديهم انت وقت. قلتي الحرفين صح، اللي في الاول وفي الاخر. ايوه، cheap. هي عشان لسه احنا اول ساعه يعني لسه بنتدرب، فهو ده بقى معلش، ما ميزه احنا بنقول الكورس لها بقى ان احنا الغلطات. لسه هنتدرب كتير يعني. احنا يلا بندي قولي يا نهى اكزامبلز تاني بس. معلش. cheap cheap sheep. لا، قوليهم تاني، قوليهم تاني. كلهم لا، الشيب اند شيب. cheap sheep. برافو برافو برافو. طيب ناهد، عندنا ناهد. شكرا يا نهى. ناهد اتفضلي. تمام. الاتنين اللي تحتيهم بقى. watch wash catch cash. برافو. اوكي.
شكرا. طبعا انتوا شايفين شايفين العلامات اللي فوق. العلامات اللي فوق دي برضو هندرسها، السيمبلز دي، العلامات الرموز دي هندرسها، بحيث ان انت لما بتكوني لوحدك ما انتش محتاجه ان انجلش تيتشر، مش محتاجه حد يقول لك دي بتتنطق ازاي، او انت ساعات تبقي شاكه كده تبقيش عارفه الكلمه دي. ساعات كده الواحد بيبقى ايه، مخه بيتلخبط، مبيبقاش فاكر كده الكلمه دي بتتنطق ازاي. فهندرس الرموز دي بحيث ان انت لوحدك هيبقى عندك خلاص انت لوحدك تعرفي النطق ازاي من الرموز اللي انا هنتعلمها مع بعض في الكورس ان شاء الله. عندي برضو كمان من الحاجات البروبلماتيك شوية عندي، والمفروض ان هي ما تكونش بروبلماتيك صراحة، يعني اللي هي الفرق ما بين الان والانج. شايفين الان اللي هي عليها فيها ديل الجي دي، شايفينها؟ فعندي مثلا الباين قوي في الاكزامبلز بنقول سن انما سينج. بيحصل ايه؟ بيحصل ادماج، بيحصل ان هما they get blended. بنقول blend يعني ال n sound والج sound بيتحولوا ل one new sound اللي هو ال ing. فبنقولش sing sing بالعافية كده، لا، بنقول sing sing. اوكي. وطبعا هنا الاكزامبلز بالجه بس، لكن هي كمان بتيجي مع الك ساوند، زي thin and think think think. شايفين؟ هو صوت واحد مش صوتين، مش ن and ج، لا it's one blended sound. هو بنعتبره ساوند في الانجليش، هو ساوند لوحده بيبقى انج. الهوا كمان بيلعب دور كبير جدا. الهوا طالع منين؟ طالع من الاورال كافيتي اللي هي من الفم، ولا طالع من النيزل كافيتي؟ النيزل كافيتي دي اللي هي من الانف، من الهواء اللي طالع من المناخير من الانف. فهنا الان والانج لازم الهواء تطلعيه من الانف. بنسد الاورال كافيتي وبنطلع الهواء من هنا عشان نسمع نطق صحيح. يلا مين يساعدني؟ دكتور ريم، قولي. يعني ممكن نقربها لهم لما كنا بندرس في القرآن. قرآن، ايوه كنا الغنة، بناخدها في ايوه الغنة، يعني بتوع اللغة ايوه. العربية أو بتوع القرآن أكيد عارفين إن الساوند ده قريب قوي قوي من الغنة. في ما هو عندنا عشان كده انا في اول كلامي قلت ان هو مش المفروض ان هو يمثل لنا مشكلة. هو احنا بس we spot, we just spot the light on it، يعني we highlight it بس عشان ايه يا جماعة افتكروا ان ده الصوت ده عندنا استخدموه. طيب فريدة رفع ايدها، قولي أول اتنين يا فريدة، أول اتنين بس. sing وsing. اوكي معلش قولي الاخير تاني يا فريدة. آخر حاجة wing. لا يعني مش احنا مشكلة مش بنتكلم على مشكلة. الاتنين اللي فوق، بس انتي رقم اتنين فيهم ما قلتيهاش مظبوط، فقوليها تاني. sing and sing. sing. عايزة اسمع الج ساوند يا فريدة. كأنك ايوه بتطلعي كده، يا سلام، ايوه كده، قوليها تاني كده. sing برافو. قولي الاولانيه بقى. sing سن شورت، sing خليها شورت. سن بتطول شويه مع الانج ساوند، الاي بتطول شويه. طيب سنج. عندنا مروة، ناخد الاتنين اللي بعد كده. يلا يا مروة اتفضلي. مروة. ban bang wing. لا كل واحد لا بس يقول يعني بير واحد، يعني عشان ندي معلش فرصة. يا استاذه مروه، عيدي لي تاني وخلي بالك ان دول صوت واحد مش صوتين. ن والج اعمليهم صوت واحد، صوت واحد. yes ban bang. شكرا. بانج. برافو. طيب الان يا جماعه في الثانيه، معلش يا دكتور علاء، الان مع الج ساوند بتبقى شبه خفيفه، يعني ما تطلعهاش قوي. شوفي، بانج بانج. bang. ايوه كده، برافو. اوكي. طيب يبقى عندنا الان محسن احمد ممكن ما رافع ايده اعملش برضه. عليها ستريس. يلا يا استاذ محسن. wing. برافو. شايفين الان لما شال الاستريس من على الان طلعت جميله جدا. يلا يا استاذ محسن قولي اللي بعدها. run
wrong يعني wrong. قولها تاني. wrong ايوه كده، ما تعملش ستريس على الان، طالما في ج خلي الان خفيفه خفيفه. wrong نور بقى wrong. تكمل اللي بعد كده. اتفضلي يا نور. نور. بعد كده من امتى؟ اي من اختاري اي أول اتنين، اي اتنين. اوكي. sing sing برافو برافو برافو. then think. طيب برافو. انا شايفه يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله الناس بدأت يعني نطقها بتفعليه. يتحسن. طيب عايزاكوا كده بسرعه كده، هديكوا 30 ثانيه بالظبط، 30 ثانيه وتقولوا لي ش ساوند. ش اللي هي الاولانيه دي، اللي هي الاس الطويله دي، دي علامه او رمز لش ساوند. والرمز التاني اللي هو عامل زي الزي ساوند كده، عامل ج ساوند. ج ساوند. عايزاكم تكتبوا لي كلمات بسبيلنج مختلف لكل صوت. ش وج ش وج. لو ج عارفين ج كلمات ج. واعتمدوا على نفسكم مش على اي اي تول. في حد كتب جار. لا جار غلط. حد كتب شوز. خليني افتح كده الشات بوكس، اديني ثانية كده. خليني انا بقى ايه اجيلهم بنفسي. alright. عندي جار لا، هنشرح بالتفصيل جار لا ليه. شوز مع مين؟ مع الجروب الاولاني مع الشه. برافو. شور. استاذ حسن. بليجر دي انهي صوت؟ فيش شوب. اوكي. تشوز لا، وهنشرح ليه. جوب لا. measure بتهيألي استاذة منى قصدك تقولي measure. اوكي. sugar صح، شوجر صح. شيف برافو برافو يا مروة. تشيز لا. شيب. و age لا، وهنقول لا ليه. شير صح، شير لا. طيب محدش اداني الج ساوند غير حد واحد بس. عندي سبيشال. برافو. جروب فيجن. برافو يا روضة. برافو برافو برافو. عندي فيجن، شايفين ج زي تلفزيون ج ساوند. وشيب برضو صح. شاين اند بيج لا. لا يا استاذ محسن، وهشرح لا ليه. شارك صح. شيك. شوب. فيجن صح برضو. جام لا برضو. سوشيال. alright. ريفيجن صح. سوشيال صح. ميشن صح. طيب خلينا نوقف كده عشان بس وقت المحاضرة. طبعا كل ده بيبقى فيه شرح كتير جدا 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 مع كل صوت، مش هنلحق نقول كل حاجة النهاردة. زي ما احنا شايفين ان الش ساوند في الانجليش ليه سبيلنجز كتيرة جدا، ودي برضو هندرسها بالتفصيل زي شيب واش اند بوش. التي اي في الانجليش برضو او التي اي او عامة بتبقى ش ساوند زي nation and patient. سي اي كمان، مش كل سي اي، ودي عشان في سي اي بتبقى س ساوند. هنا سي اي زي special and social. عندي بعض الكلمات اللي هي French origin تبقى زي machine and chef. كل دي spellings مختلفة للش ساوند، يعني مش الاس اتش بس. طب نيجي بقى للج ساوند. ج ساوند اللي هو الاس يو زي measure وبليجر. اوكي. عندي اس اي زي او اس اي او زي vision and division. الج ساوند زي genre and beige. والز ساوند وده قليل جدا زي azure and seizure. ده طبعا يعني ده example من ضمن الحاجات اللي هنعملها، ان الصوت الواحد ازاي بيبقى له different spellings. نيجي بقى للصوتين التانيين ان اللي احنا لخبطنا فيهم في الاكزامبلز دلوقتي. عندي بقى ده الصوتين دول مختلفين غير اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي. عندي تش وج.
دي عربي بقى، ده عربي عندنا عادي. ج زي جميلة، ج ج في دي، حطي دي قبل الج. دول صوتين مختلفين، في ج بس وفي ج. طيب هديكوا 30 ثانية بالظبط تقولوا لي different spellings، تجيبوا لي كلمات مختلفة ب different spellings with ch and j. يلا انا هفتح الشات اهو. page صح، برافو. جيراف صح. chair and page. cheap and bridge. cheap and jar، برافو برافو. fridge. age. message. judge، برافو. لا شير، لا شير بالشه بس مش بالشه. cage. china. edge. chat. chip، برافو. edge and child. chicken. beverage، برافو برافو برافو. ما شاء الله عندكم examples حلوة جدا. عامة الج الج بتبقى بالحرف الجي، أي جي تقابلك تبقى الج ساوند اللي هي في العربي عندنا ج ج، مش ج ج. زي jam and jump، وزي الاكزامبلز اللي انتوا جبتوها زي judge and jar and so on. عندي الجي كمان زي giant and gym. بنقول جيم ولا جيم؟ I'm going to the gym ولا I'm going to the gym؟ شايفين الفرق في الصوت؟ gym. عندي دي جي طبعا زي bridge and edge، وانتوا ما شاء الله جبتوا لي الاكزامبل دي. والدي يو زي soldier، ج soldier. graduate. I'm going to graduate next year. graduate. شايفين؟ مش graduate، مفيش حاجة اسمها graduate، في حاجة اسمها graduate. طيب نيجي للج اللي هي من غير الدي. طبعا التش ساوند سي اتش بس، سي اتش بس. عندي الاس زي measure pleasure. الاس اي زي vision وديفيجن اللي خدناها من شويه. والج زي genre and beige and azure. خلوا بالكم انه لو رجعنا لسلايد كده قبل كده، التش ساوند اللي هي دي، التش ساوند دي ما تجيش غير عن طريق السي اتش بس، سي اتش بس. ده السبيلنج الوحيد ليها. طيب مين ينطق لي بقى الكلمات دي؟ extra, word, school, chocolate, extra, Thursday. برافو، عندك واحدة بس غلط، واحدة بس غلط، الخمسة التانيين صح. برافو عليك. مين بيتكلم؟ معلش بس عفوا، انا شاب عندي 15 سنة ولا مؤاخذة. اهلا بيكي، اهلا بيكي. ده معلش شاب انا ذكر يعني ولد. عمر، اسمه عمر يا انا دكتور اسفة ريم. اسفة. اهلا بيك، اهلا بيك. معلش انا اسفة معلش. عشان هو الصوت بعيد يا عمر، بس الصوت بعيد ومش عارفين الصوت بعيد قوي فمش سامعة فعلا. ايوه معلش ولا يهمك ولا يهمك. برافو يا عمر، جود جوب. 5 out of 6. يلا مين تاني؟ اختار انا بقى، خليني انا اختار. رضوى رفع ايدها. طيب وبعدها منى عادل. يلا. كيسترا. chocolate. working. كيسترا. school. Thursday. طيب هما مش كلهم صح، هما يعني فيهم 2 3 صح بس هنقولهم مع بعض دلوقتي. يلا يا منى. extra, chocolate, work, extra, school, Thursday. alright، فيهم 2 3 غلط بس ماشي الحال الحمد لله. ثابت. extra, ثابت. chocolate, worked, extra, school, Thursday. واحدة بس هي اللي غلط. اوكي alright. طبعا هي الكلمات زي ما احنا شايفين تبدو سهلة جدا، يعني تبدو ايه يعني على فكرة هي بنقول، انا بسمع ناس بتقول اكسترا. اكيد انتوا اكيد سمعتوا ناس بتقول كده وليها سبب ان هم بيقولوا كده. يعني بنقول worked ولا worked؟
اكيد انتوا correct. الطلبه مثلا لو انتوا مدرسين عارفين انه دي برضو من احد الاخطاء الشائعه، خصوصا عندنا ان احنا بنحب نحط vowels ما بين ال two consonants، فبنقول worked او بننطق كل حاجه بنشوفها، لا احنا بنقول worked. وكمان مش بس كده، انا عندي حرف الدي، شايفين حرف الدي الاخير ده بيتنطق ايه؟ مين يقول لي بينطق بيتنطق ايه؟ تي حرف تي. التي. برافو برافو برافو. وده ليها قاعده في الانجليش بتعلمنا امتى الاي دي بتتنطق يا ت يا د يا اد، يعني ليها ثلاث، كل الاي دي في الانجليش ليها ثلاث 3 pronunciations، يعني ثلاث طرق للنطق. ايوه هنا طبعا بنقول worked worked worked. طبعا الكلمه دي تبدو سهله لكن هي problematic، لان شايفين الاو ار اللي في النص دي، سامعين؟ بنقول worked worked. فين الار؟ شبه مش موجودة. worked. طيب سكول ولا سكول؟ معظمكم نطقتوها صح، لا سكول. قول. المشكلة بقى عندي في هنا في chocolate. فين الاو؟ مين يقول لي الاو راحت فين؟ شو شواه، برافو. chocolate، شواه في انهي واحدة فيهم؟ مش في الاتنين. في الأولانية. الثانية. السي لا الثانية. الثانية الثانية تانية. برافو عليكي، برافو جود جوب. chocolate. طبعا ما نقولش شوكولات، لا لا chocolate برضو chocolate. طب والسي اتش بنطقها ازاي؟ ش الشوكليت. I had لا a chocolate. مفيش حاجة اسمها شوكليت، في حاجة اسمها chocolate. chocolate. طبعا الكلمة فيها حاجات كتيرة، فيها الش، فيها الاو اللي اتشالت الاولانية، فيها الاو التانية اللي اتحولت لشواء، والاي كمان اتحولت لشواء. ما نقولش شوكليت، نقول شوكليت. الاي تمام. اتحولت لاي او شواء. عندي كمان، معلش انا حطيت اكسترا مرتين، معلش. Thursday مش Thursday. Thursday. طبعا التي اتش برضو بتعمل لنا مشكلة. الغريب ان هي موجودة عندنا في العربي، بس برضو احنا ما بنركز عليها قوي، فهنسلط عليها الضوء. Thursday. سامعين الار؟ حد سامع الار؟ لا راحت هي فين الار؟ برضو اتضغطت لجوه يعني. اتشالت. Thursday. طبعا ده احد الاصوات اللي هناخدها برضو. وهنا طبعا بنشرح بالتفصيل الكلمات، ما بنقولش ستريت، بنقول ستريت. ما بنقولش سبرينج، بنقول سبرينج. وخدنا النهارده درسنا الانج مع بعض يعملوا انج. الان شبه ايه؟ يعني شبه ضعيفة جدا، بنقول سبرينج. ودرسنا الب ساوند كمان. بلاستيك ولا بلاستيك؟ بلاستيك. بنسمع بلاستيك صح؟ ده عربي بنسمعه. على فكرة أنا بضحك عشان أنا شخصيا بعمل الأخطاء دي. أنا مش بقول مش إن إحنا يعني بنتنمر على حد ولا حاجة. ايوه لا بالظبط. أنا ما رضيتش أقول كلمة نتنمر، بس هي فكرة إن أنا عايزة أوريكم إنه ممكن كلمة تبدو سهلة جدا بس بنطقها غلط. وانا يعني استاذه ومدرسه، ويعني انا شخصيا بعد العمر ده كله وبعد السنين دراسه انا لحد دلوقتي برجع واسمع كلمات بنطقها غلط واقعد اتعلم. يعني ده مش يعني. فالفكره في الكورس كمان انه هيلفت نظركم لحاجات كتيره جدا انا كنت فاكراها صح وتطلع غلط مثلا. طيب هنا بقى طبعا ده برضو من الحاجات السهلة أو من الحاجات اللي هنركز عليها silent letters، وأظن دي كلنا عارفينها. زي تمام. مثلا الكي ان في الانجليش طبعا الكي ما بتتنطقش. طب ايه مشكلة التانية اللي جنبها على ايدك؟ الاتش هتنطق يبقى اور، مش هنطقها اصلا. سايلنت اصلا. برافو. مين اللي قالت مش هنطقها اصلا؟ أميرة حسن. برافو يا استاذه اميره. اور. وعلى فكره مش كل الاتش، يعني في حالات بتتنطق، في تمام. حالات ما بتتنطقش. عندي في قاعده في الانجليش بتقول ان الام مع الفويست بي. طبعا انا دلوقتي النهارده اتعلمت يعني ايه فويست بي. يعني لما اجي اقعد اتكلم كده مع ناس اقول فويست بي، اللي هي في قاعده في الانجليش بتقول لما الام والبي بيجوا مع بعض الفويست بي ما بتتنطقش، الام بس هي اللي بتتنطق. ليه؟
ليها سبب علمي، وده هنشرحه بالتفصيل ليه. يعني مش هقول لك لا وخلاص، لا هقول لك ليه دي ما بتتنطقش. ودي ليها علاقة بحاجة بنسميها ease of articulation. you have to طبعا. اتنين مع بعض. ايه اللي حصل؟ معلش، عشان هو كل ما يعني قلت لهم كذا مرة ما تفتحوش المايكات غير لما يكون في حاجة محتاجين نسأل، معلش فعملت طيب. ميوت اول. unfortunately قفلتك معاهم، معلش. انا اسف. طيب. فهنا فلو القاعدة سمحتوا اقفلوا المايكس لو سمحتوا، لما يكون في حاجة دكتورين بتسأل عليها افتحوها، لانه لما بتقولوا وهي بتتكلم الآخرين مش بيعرفوا يركزوا قوي، فلو سمحتوا اقفلوا المايكات. شكرا. اتفضلي يا دكتور. طيب. عندي قلنا ان في قاعده في الانجليش بتقول ان الام مع البي مع اللي هي الفويس بي ما بننطقش، بننطق الام بس. بنقول ايه؟ كوم، كوم، لام. اوكي. لكن البي اللي هي الفويسلس بي اللي بيطلع منها هوا كتير، دي تتنطق عادي. زي بنقول كامب، كامب. بنقول لامب اللي هي اللمبة اللي في السقف، غير لام اللي هو بيبي شيب. شايفين الفرق؟ لام and لامب. انا بس ما حضرتش ليها سلايد لانه دي هتتشرح بعدين يعني في الكورس. عندي طبعا حاجات احنا كلنا عارفينها زي half، we listen، and so on. وهناخد examples كتيرة جدا، وهنتدرب على أشياء كتير أثناء الكورس بإذن الله. طبعا الاي في الاخر برضو من الحاجات اللي هنتدرب عليها. نيجي بقى ده بيعتبروه يعني في الكتب، في الكتب اللي هي بتشرح صوتيات وبتشرح phonetics and phonology. عندهم شايفين الاي المقلوبة دي اسمها شوا. شايفين ان كاتبه لكم تحتها اسمها ايه؟ ذا شوا، شوا. alright. اللي هي ولا محصلة اي ولا محصلة اي ولا محصلة، يعني مش محصلة اي فاول، هي شوية هوا كده طالعين، مش محصلين اي حاجة خالص. خلاص. اه 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 يعني ما حصلتش الاي حتى، يعني حاجة كده قبل الاي. وطبعا بالنسبة لنا احنا كعرب دي بتسبب لنا مشكلة، ويمكن دي اكتر حاجة بتخلي النطق بتاعنا مش ظريف قوي، مش احلى حاجة قوي يعني. ليه؟ لأن إحنا بنحب ندي كل حاجة حقها، بنحب ندي كل حرف نديله صوت. فهنا عندي بنانا، بنانا أهي، إيه وإيه وإيه، ندي بقى كل إيه؟ لأ. شايفين الترانسكريبشن دي بنقول عليها ترانسكريبشن، يعني بنكتب الساوندز دي اسمها ترانسكريبشن. شايفين الإيه اتحولت لإيه؟ شايفين؟ بنانا، بنانا، بنانا. الإيه الأولانية والإيه الأخرانية اتحولوا لشوا. يجي حد يقول لي يعني ايه شوا؟ يعني النطق اللي قبل الاي على طول. اه اه بنانا. كأن البي لازقه في الان. بنانا، بنانا. الوحيده اللي بتتقال الاي اللي في النص اللي هي لونج اي. شايفين النقطتين دي معناها لونج اي. بنانا، بنانا، مش بنانا، بنانا، بنانا. شايفين الشرطة الصغننة دي معناها ستريس. وكل الحاجات دي هشرحها بعدين ان شاء الله، ازاي نقرا الترانسكريبشن. بنانا، بنانا، مش بنانا. طبعا معظم الانجليش ووردز فيها حتة الشوا دي، زي مثلا كلمة about. ما بنقولش about، بنقول about. ما بنقولش ago 3 years ago، لا، بنقول 3 years ago. ده النطق الصحيح بتاعها. طيب. فالشوا دي يعني ممكن نقف عندها محاضرة بحالها وندي عليها examples كتيرة جدا، لأن دي أكتر فاول محير للعرب speakers of English. نيجي برضو من الحاجات الكتيرة جدا اللي بتقف قدامي، ده درس تاني خالص برضو. بنقول ريكورد ولا ريكورد؟ ريكورد ولا ريكورد؟ مين فيهم النطق الصح؟ مين يقول لي كده مين فيهم ريكورد النطق الصح؟ هو بالنسبة للنوع، النون بيبقى الاستريس على الأول، برافو. لو هي فيرب هيبقى الاستريس على التاني. اوكي. يعني مين فيهم الصح برضو يا استاذة رضوى؟
ريكورد ريكورد. استنى ايه ريكورد If it's a noun, it's record. ريكورد or ريكورد. مهم. الأولانية ريكورد والتانية ريكورد. يعني ريكورد علشان هو هنا سؤال is it، يعني هو بيقول هل ده ريكورد ولا لأ، صح ولا ايه؟ لا هو النطق بيسألك الصح أنهي واحدة الصح، أقول ريكورد ولا ريكورد؟ ريكورد من غير الضغط أو المد، يعني ما نمدش يعني. طيب الاتنين صح زي ما قالت الأستاذة رضوى، بس هي يعني هي شرحت بس لكن ما قالتش إن الاتنين صح، هما الاتنين أميرة حسن مش اتنين رضوى. صح. وزي ما قالت الأستاذة رضوى إن record please mute your mics now. خلاص عندي record دي noun، فبنحط ستريس، هنشرح الستريس برضو بعدين. بنحط ستريس يعني بنتقل الجزء الأولاني، خلاص، فبنقول السيلبل الأولانية بنحط عليها ستريس فبتبقى record، دي noun. he scored a new record. خلاص ده noun. طب لو أنا عايزاها verb please مثلا حد فيكم بيقول لي please record the lecture. please record the lecture. هنا جاية ايه بقى؟ جاية verb. جاية verb. انت بتقولي لي please record، ده verb اهو. please record the lecture. يبقى بحط الاسترس فين المرة دي؟ ستريس يعني بطول السيلبل نفسها بقى، بحط عليها اللي هي السيلبل الثانية. فعندي record ده noun لو هي جاية في الجملة noun، وعندي record زي مثلا في teachers كتيرة جدا تبقى في المدرسة تقول لك ال report، هي مش report على فكرة، هي ايه؟ report هي report we report the verb بقى. I'm going to report to the headmistress. port السكند syllable هي اللي عليها stress بقت verb. لكن report the reports are out كده بقت ايه؟ بقت noun. فبرضو دي من الحاجات اللي هندرسها، انه بيبقى نفس الكلمة نفس السبيلنج لكن بتختلف من noun وverb وadjectives كمان، ودي كمان بتدي نطق مختلف. نيجي بقى لحبيبتنا الار، الحرف الار في الانجليش المفروض ان هو يعني احنا عندنا في العربي صوت الار ساوند، بس في الانجليش البريتش انجليش اللي احنا هندرسه في الكورس دوت عندي الر ساوند مش زي الر بتاعت العربي. خلاص الر بتاعت العربي تقيلة شوية، في الانجليش خففيها على قد ما نقدري، بنسميها فلاب ار. وفي قاعدة بتقول ان هي في اخر الكلام في اخر الكلمة خالص drop it. يعني ايه drop it؟ يعني deleted، يعني شيليها خالص. خلاص زي هبتدي بالبوكس التاني car، عايزة تنطقي الار انطقيها خفيف. وده الفرق ما بين البريتش والامريكان، one of the differences ان في البريتش بيقولوا the car، لكن في الامريكان بينطقوها خفيفة جدا بيقولوا the car. في العربي عندنا تريل ار باينة قوي، في الانجليش فلاب ار اللي بتبقى خفيفة شوية. الكلمة اللي بعديها مين ينطقها لي؟ hard مش hard. هارد. الهارد بتاع الكمبيوتر لا، hard. الار بتتشال، المفروض ان الار تتشال فبتدي تقل للاي، فالاي تتحول للونج اي، وده رول في الانجليش. لما الار when you don't pronounce the r فبتدي تقلها لمين؟ بتدي مكانها لمين؟ الحرف اللي قبل الصوت اللي قبلها اللي هو فهتتحول للونج، لان هي دلوقتي خدت مكان صوتين فتحولت من شورت A للونج A فبقت hard. ممكن تقولي الار اللي هي الفلاب ار الامريكان اللي هي ايه، يكاد نسمعها يعني. طبعا ما عندي mother ما تقوليش mother دي خالص ما اسمعهاش، وطبعا لسانك طالع عشان ال TH. mother water
water water. طبعا شايفين ان ال A هنا جاية O وال ER هنا ما بتتنطق water، اللي هي شوا اللي خدناها من شوية. water water شبه مش موجودين. طيب ممكن. عندنا بقى حاجة كمان هندرسها من ضمن الحاجات اللي هندرسها، ان نفس السبيلنج بيديني اصوات كتيرة جدا. يلا مين يديني 5 different sounds 5 different words with 5 different sounds لل O U G H. يلا ممكن هنعمل مسابقة بسرعة بسرعة بسرعة، مين enough هيكتب بسرعة؟ enough ها enough 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 ممكن يكتبوا في الشات طيب، يا عشان ما ريت. يكتبوا في الشات لو سمحت. rough dropped برافو برافو يا ميادة، برافو يا أستاذة هبة. cuff thought silent برافو. طيب سارة برافو برافو. مين اللي أستاذ حسن برافو أستاذ حسن. سارة though برافو يا أستاذة هناء حنان. fought أستاذة هنا برافو. through enough برافو. اوكي طيب زي ما انتوا قلتوا بالظبط ما شاء الله معظمكم جبتوا ال الاصوات صح. طبعا دي one example ليه spellings كتيره يبقوا نفس السبيلنج، زي الاي اي مثلا في الانجليش. الاي اي دي هتلاقي نطق كتير جدا، مره شورت اي ومره شورت اي ومره لونج اي سوري مره لونج اي. طيب عندي زي هنا زي ما انتوا قلتوا بالظبط بنقول though through tough cuff and thought. شايفين اللي بالاحمر ده، شايفين اللي هو في الكولم ده بنقول عليه phonetic او phonemic transcription. transcription يعني بكتب الاصوات مش بكتب الحروف. ده هندرسه بالتفصيل عشان اما تيجي تعملي سيلف ستادي لوحدك، بتعملي براكتس لوحدك، تبقي عارفه النطق الصحيح من غير اي مدرس معاكي. فده طبعا هيبقى اسلوبنا هنا، يعني هيبقى اسلوبنا في الكورس ان انت you hear it خلاص. وانا عامله لكم الباوربوينتس بحيث ان انتوا you click on the word فتسمعوا الكلمه and you see how it's made. هشرح بالتفصيل كل صوت بيتعمل ازاي. هنعمل minimal pairs زي ما خدنا من شويه، عملنا minimal pairs وبعد كده بنعمل كويز ما بين كل 5 6 سلايدز. بنعمل كويز عشان نتاكد ان احنا فهمنا فهم صحيح. بعد الكورس ده هتلاقي نفسك في البوكس الاخضر، في الحته الزون الخضراء الجميله دي. خلاص بدل ما بتقعدي ساعات تقعدي تتكلمي you have to repeat yourself more than once عشان اللي قدامك يفهمك. لا you will be understood from the first time. خلاص ساعات بتشوفي كلمه جديده فتقعدي you guess the spelling you guess the word from the spelling. لا انت هتقري لوحدك كلمات جديده عمرك ما شفتيها قبل كده لوحدك من غير ما حد من غير ما حد ينطقها لك. طبعا هيبقى الريذم بتاعك يعني الصوت طالع او نازل ده برضو هنظبطه. every vowel sounds the same. كل الفاولز عندك صوتها زي بعضها؟ لا، هيبقى عندي 20 distinct clear vowels. طبعا لما بتحضري meetings، لما بتدرسي، لما بتتكلمي مع ناس بتبقي hesitant شوية، لا احنا هنخليكي ان شاء الله confident وهتتكلمي كده بثقة من غير اي hesitation او اي fear. مش عايزة اسمع حد بيقول I am too old to change my accent. مش عايزة اسمع حد بيقول كده خالص. يعني انت you still have the time, you still have the capacity and the power and the capacity to learn. أكيد هتتعلمي يعني. And I need to sound perfect like a native. مش لازم يبقى 100 like a native يعني، بس تبقى near native. كلنا near native، نبقى نعلى level أو 2 levels عن عن اللي احنا فيه. ويبقى عندك قدرة ان انت تدربي نفسك، لان مهما كان الكورس 30 ساعة فانت في الاخر برضو مش هتاخدي كل حاجة في الدنيا.
طيب طبعا الكورس ده لأي حد في الدنيا، سواء كنت مدرس، مدرسة، ناظرة، سواء كنت بتشتغلي في بنك، بتشتغلي في أي مكان. الكورس زي ما احنا عارفين مدته 24 ساعة. عندي ايه اللي هنتعلمه من الكورس؟ قلنا هنتعلم ال 44 صوت، هنفرق ما بينهم، هنتجنب الأخطاء الشائعة اللي احنا شفنا أمثلة ليها. هنشوف بالذات، هنركز على specifically على الأصوات اللي هي بالنسبة للعرب speakers of English، بتمثل لهم بعض الصعوبات يعني. أم، عندي مخرجات الكورس ايه، هطلع ايه من الكورس؟ هطلع عارف ال 44 صوت، بنطقهم صح، عارف السبellings بتاعهم. انا بالنسبه لي بشوف انه اكتر حاجه ان هي ان انت هتعرفي تعلمي نفسك بنفسك من غير ما يكون في تيتشر. يعني الكورس ده هيديكي ادوات ان انت تعرفي تعلمي نفسك، او لما تشوفي كلمه جديده تعرفي تنطقيها صح من غير ما تلجئي لحد ينطقها لك. ده طبعا هيديكي ثقة كبيرة جدا جدا في نفسك، خصوصا وانتي بتتعاملي مع الآخرين ومع أولادك، ومع بتبقي عايزة تتكلمي انجلش بقى، تستعرضي الانجلش اللي انتي بتعرفيه. وساعات ببقى بتكسف لان انا نطقي مش حلو قوي، يعني بكتب حلو بفهم كويس جدا لكن نطقي مش حلو قوي. فدي فرصة حلوة ان انتي تتعلمي النطق الصحيح. طب الشهادة منين؟ زي ما احنا عارفين الشهادة بتاخديها من ميشيغان انترناشونال ديفلوبمنت كوليدج، اللي هي اختصارها MIDC. وطبعا دي شهادة معتمدة يعني، وجهة الاعتماد. الاعتماد بتاعنا من تريبل اي، والتريبل اي دي جهة اعتماد موجودة في أمريكا، في ولاية فيرجينيا، وهي معتمدة من اليو اس Education Department، يعتبر زي وزارة التربية والتعليم كده. في نهاية الكورس بناخد شهادتين، شهادة من ميشيغان انترناشونال ديفلوبمنت كوليدج، وشهادة كمان من تريبل اي بكيو ار كود، تقدروا تدخلوا على السايت وتطبعوها كمان. طيب أنا محتاجة منكم حاجة يا دكتور ريم، تجيبي بس الشريحة الأخيرة. أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا النهاردة يعني، وشكرا دكتور ريم إن انتي كنتي معانا وسمعنا منهم وصلحنا بعض الحاجات، ويعني إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك، وإن شاء الله تكون الناس استفادت بجد. آم، حابة منكم حاجة، عشان في ناس كتيرة على الجروب ما حضرتش المحاضرة، بس عايزين نشجعهم انهم يحضروا الفيديو. فعلشان نشجعهم محتاجين اعرف منكم ريفلكشن، والريفلكشن دي حاجة مهمة بنعملها في الحياة، ان احنا نقف كده ونقف ونقول مع نفسنا رأينا العام في المحاضرة عاملة ازاي. طيب شفنا حاجة من منظور مختلف، طيب في حاجة عايز اعرفها اكتر، طيب في حاجة اتعلمتها، طيب في حاجة نورت عندي. انا بفتح لكم افكار علشان تفكروا في محاضرة النهاردة وتكتبوا الريفلكشن بتاعكم. اتمنى ان احنا ان انتوا تكتبوا ريفلكشن على الجروب. انا هفتح لكم حالا الجروب دلوقتي بحيث ان معلش يا انتوا دكتور تقدروا علا، بس نوضح ريفلكشن ان هم المفروض يعملوا ايه يعني، يا ريت نوضح زيادة شوية. ريفلكشن يعني تأملاتكم عن المحاضرة، يعني كده فيدباك صغير او تغذية راجعة صغيرة او تأملات صغيرة، بس مش هنا على الجروب مش بتاع هنا مش الواتساب. هنا ليه؟ مش هنا مش هنا، على الجروب بتاع الواتساب. ليه على الجروب بتاع الواتساب؟ عشان نشجع الناس اللي ما حضروش معانا. احنا الروم تقريبا بتاخد 100 حد، وكنا ال100 من الاول ولغاية الاخر تقريبا 65، وكان في يعني قد ال100 دول في 100 تانيين في الويتنج، وبعضكم خرجهم وطلعهم وكذا. فعشان كده عايزين نشجعهم يحضروا البرزنتيشن على اليوتيوب، هي هتنزل على طول دلوقتي يعني within 2-3 hours ولا حاجة، ان شاء الله تكون نزلت. فأتمنى ان انتوا تكتبوا لنا ريفلكشن، حقيقي مهم بالنسبة لنا ان احنا نسمع منكم ونعرف رأيكم بصراحة. الجروب لسه مقفول. انا حالا اهو بفتحه اهو، وانا بكلمكم بفتحه اهو، اتفتح خلاص تمام. طيب من غير ما تشخبطوا على البرزنتيشن. الواتساب جروب لو سمحت، الواتساب جروب.
شكرا دكتور ريم على انك كنتي معانا، وشكرا للحضور اللي كملوا لغاية اخر دقيقة. Thank you very much. ويعني بنقدر ان انتوا حابين تعملوا تطور مهني وبتحضروا بتيجوا من بدري. وكمان يعني اذا حابين، اتوقع البنات نهى وايمان اذا موجودين معانا ممكن يقولوا لكم اكتر عن الكورس بتاع البرونسيشن اللي بتقدمه دكتور ريم. واحنا عاملين يعني خصم للتسجيل المبكر، وان كان هو مش مبكر قوي، فاحنا هنمده بس عشان للناس اللي حضرت الكورس. لو سمحتي يا نهى او ايمان اكتبوا لنا الكود بتاع التخفيض. الكود بتاع التخفيض حطوه على الجروب، برضو حطوه على جروب الواتساب، عشان اذا حد انترستد الكورس هيبدأ امتى قولوا لنا برضو. عرفوا الناس الكورس هيبدأ امتى، وعرفوا الناس كمان الكيو ار الكود بتاع الديسكاونت. تمام. طب يا دكتور ممكن سؤال، هو ممكن اتفضل. تتعاد تاني الحلقة ولا هي زوم؟ المحاضرة دي كلها مسجلة وهتنزل على اليوتيوب بعد ساعتين من دلوقتي. ادخلي ساعتين او 3 بالكتير قوي بكرة الصبح، احنا بنحط اللينك بتاع اليوتيوب بحيث انه اللي ما حضرهاش النهاردة يقدر يدخل يحضرها على اليوتيوب. تمام. بتكون نفس المحتوى صح؟ ايه ده؟ نفس المحتوى ايوه نفس المحتوى، ما مش المحاضرة زيادة مسجلة، يعني المحاضرة مسجلة. مش فاهمة سؤالك. لا أنا فاكرة إن في واحدة تانية يعني بتكملها، حسيت إنها قليلة شوية، أو أنا يعني ما كانش ليا حظ كبير في المحاضرة. ما هي دي اورينتيشن يعني، بس بنديكي فكرة ان الكورس هيدرس لك ايه، لكن هي اورينتيشن بس، لكن ما قلناش كل حاجة طبعا يعني. هو لا هو لا أنا في كورس مخصص لكده. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ناس اللي حابة تتعلم شوية تيبس فور فري، عملنا ده. ودكتور ريم يعني طلعت وقالت، فادتنا بعض الملاحظات المهمة جدا اللي احنا ناخد بالنا منها. ولكن في كورس بقى كامل متكامل، في متقسم لموديولز، وكل موديول بيأدرس حتة معينة او بيخاطب حتة معينة. وده لو انتوا حابين تشتركوا فيه تقدروا تسألوا البنات على الجروب، وعلى هم البنات هيحطوا لكم حتى كل التفاصيل على الجروب كمان. اوكي. شكرا جدا. شكرا جزيلا وشكرا لوقتكم، ونشوفكم على خير وتصبحوا على ألف خير. شكرا دكتور ريم. السلام شكرا عليكم دكتور ورحمة الله. علا للمقدمة الجميلة والفرصة الجميلة اللي انت اتحتها لي ان انا اتقابل مع الاساتذة الكرام، وان شاء الله نشوفكم قريب بإذن الله. بإذن الله. شكرا أنا دكتورة علا، ممكن ألف أسأل شكر. سؤال بسرعة؟ أسأل سؤال بسرعة في السريع. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي. طيب أنا دلوقتي إن حضرتك كنت بتقولي إن في مرات هنتقابل وإن الكورس ده مجانا، ده مختلف عن الكورس اللي حضرتك بتقولي عليه اللي فيه تخفيض، ولا دي حلقة فقط هي اللي مجانا واللي عايز يكمل في الكورس؟ طيب أنا عايزة احنا خليني اوضح حاجة. احنا كل every now and then كده، كل شوية بنعمل محاضرة مجانية في موضوع ما. فمرة عملنا محاضرة مجانية في القيادة التربوية، مرة عملنا محاضرة مجانية في كتابة الاختبارات، مرة عملنا محاضرة مجانية النهاردة في التبس بتاعت النطق، ومرة في الإشراف التربوي، ومرة في السكر والقلب. يعني موضوعات كتيرة مختلفة، الهدف منها توعية الناس. تمام. كلها محاضرات مجانية. ولكن إذا حد حب يعرف أكتر عن توبيك معين وعايز يعرف التخصص بتاعه أكتر، في بقى طريق تاني اللي هو طريق الكورسز بالشهادات، ليها مواعيد، ليها حضور وكذا. تمام. طيب دكتور ريم قالت هنتقابل تاني، نتقابل تاني. هو ايفر حابب ان هو يدخل معانا الكورس هيبقى موجود، ودكتور ريم هي اللي بتدرس الكورس ده. تمام. انا رديت عليكي كده تقريبا. اه فهمت يا ماما. تمام. شكرا جدا. طيب شكرا سلام. جزيلا، شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصبحوا على خير.